احذر يا عبد الله أن تكون أعوانا لأعداء هذا الدين وأنت لا تشعر. هذه الدور المباركة، دور العلم والإيمان والسنة والقرآن، والله إنها لحصون حصينة يتحصن فيها المسلمون، يتحصنون بالعلم النافع والعمل الصالح للثبات على عقيدة نبيهم وعبادته ودينه وأخلاقه وسلوكه، يدعون الناس به أو بها من كتاب الله إلى كتاب الله، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لا نبرئ أنفسنا ولا يبرئون أنفسهم من في هذه الدور من الأخطاء ومن الزلل بل ومن غيرها، فإن هذا محل ووصف البشر. إن كان شيء من ذلك يكمل بعضنا بعضا بالرفق والحكمة والنصيحة الطيبة النافعة. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. هذه هي دعوتنا وهذه سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولتتذكر يا أيها المسلم ويا أيها السني قول الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم. ولتتذكر قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. احذر من مثل هذا ونظائره، بل نحذر من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحديث ابن عمر وغيره: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. الله الله، معاشر المسلمين ويا أهل السنة، على أن نجتمع على دين الله، على الحق والهدى، ولا نريد إلا ذلك. لا نجتمع إلا على الحق والهدى، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. احذر أن تسلك مسلك الكذب، مسلك الخيانة، مسلك الرياء، مسلك الكبر والتعالي على الحق والرجوع إليه، فإن هذا حبله قصير والله، فإن هذا حبله قصير والله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. إذا علمت تمام العلم أنك على خطأ فبادر بالرجوع. إذا علمت أن إخوانك على صواب فأخطأوا في شيء فبادر بالنصيحة بالحكمة والموعظة الحسنة وموازنة الحسنات والسيئات، الموازنة الشرعية الصحيحة، ليست الموازنة البدعية. إخوانك أهل سنة وليس أهل بدعة، إخوانك أهل دليل وأهل رجوع إلى الكتاب والسنة. هم يرددون الآيات التي تردد، ويقولون الأحاديث التي تقول، ويمتثلون آثار السلف الذي تمر به. ديننا كما قال ابن عمر رضي الله عنه: آية ناطقة أو سنة ماضية أو لا أدري، فما لم نعلمه رددنا علمه إلى الله، رددنا علمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسألنا من هو أعلم منا ممن هو أكبر منا علما، أن نحفظ لديننا حقه، وأن نحفظ لكتاب الله حقه، أن نحفظ لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم حقه، أن نحفظ لعلمائنا وأئمتنا حقهم. فالبركة في أكابرنا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الطعن في العلماء طعن في دين الله عز وجل، وقد جعل بعض أهل العلم من أسباب الردة الطعن في العلماء، لأنه طعن في الدين ولأنه يوصل إلى إضعاف هذا الدين. فاحذر أيها المسلم أن تكابر الحق وأن تتعاظم عليه وألا تتواضع له، فإن ذلك موذن شر عليك وعلى أهلك وعلى أسرتك وعلى مجتمعك، بل على سوء الخاتمة والعياذ بالله، على سوء الخاتمة والعياذ بالله. الله الله، معاشر المسلمين ويا أهل السنة، أن نجتمع على الحق والهدى الذي يحبه الله، وأن نتواضع لله، فمن تواضع لله رفعه الله سبحانه وتعالى.